ترى بعض الناس يفهم البر خطأ، يظن أنه إذا قبل الصباح كف أمي ذهب ويجيها بعد يومين خلاص سوى. البر أن تكون عند الوالدين خادم وقت الخدمة، معالج ممرض وقت المرض، أنت ممرض عندهم، كريم وقت البذل يحتاجون الفلوس يحتاجون، مطعم وقت الطعام، مونس وقت المانسة، تدخل البهجة عليهم. صدق أني أعرف بعض المشايخ أنه يجلس عند أمي يقول استثير القصص القديمة، والله إني مشغول بتحضير وعندي كتاب لكن بالسال ونفس عنها، يقول ترتاح إذا حدثنا. قالوا قد سمعت القصة 33 مرة، تعلمني قصة ضاع عليها غنم بعد الحرب العالمية الثانية، فأقامت الدنيا وبغى يأكل من ذيب الغنم ورجعت. قال دائما تجر لي السالفة، وكل ما قلت طيب أعطينا قصة الغنم الله هذه، قالت لا إله إلا الله من يوم وصل علينا، وهي نسيت أنها قالتها 55 مرة. قال وأستأنس وأضحك، قال فتنبلج أساري، أعطهم فرصة للفضفضة. تعرف أن بعض المشايخ يجلس يسهر مع أمه. أنا أعرف شاعر شعبي سعودي وقد سجلته وعندي شهود على ذلك، تزوج في أول شباب زوجة، فآتت زوجته تعارض أمه، قال يا بنت الحلال لا تعارض، ما عندي إلا بيت شقة ما أقدر. فتعارض أمه وتسفه أمه وتكسح أمه، ففارق زوجته وذهب إلى أمي، قال والله يا أمي إني ما أتزوج حتى تلقين الله. خاف الله. قالت على القرآن والله يا محب إنه بقي حتى تجاوز 80، أمه قبل سبقته إنه خادم لا يحضر المناسبات ولا الدعوات، وإني كلمته مرة من الرياض في منطقته الساعة يمكن 10، قال بشرك إني عشيت الوالدة وسويت لها مساج ونومتها، يروشها ويسوي مساج ويسوي حتى شعرها يسويه بالزيت وبالسمن كذا، يسوي يمشط الشعر بالجدايل ويسولف لها ويكبس أقدامها، ثم يأتي الفطور واقف يشوف متى الفطور، ما عنده زوجة حلف إلين تموت، ويدعون الناس. قال لا الوالدة ما المناسبات الزواج ما يحضر كذا، وإذا جاء نومها، في إذا نام ارتاح وجلس يسمر ولا شيء، في تقوم الليل بيقوم قام معها إلى دورة المياه يروشها، يتولاه هو الخادم وهو المطعم. كيف بيلقى الله؟ يقول وقضى ربك ألا تعبدوا الله وبالوالدين إحسانا. يا أخي شيء فوق الوصف، حتى يقول سبحانه ما هدد إنسان بأقل من لفظ أف، لا تقول لهم أف. كيف يعني أمك خدمت ولا وجيت بالطعام وجيت بالدواء لا تقول والله أنا أتعبتونا، لا ما تعبتونا، الفضل الله ثم لهم، ترانا مقصرين. والواجب أنت هل ذقتم لذة تقبيل أقدام الأم؟ أنا من أعظم شيء عندي تقبيل أقدام الأم، عندي شيء حتى يوم سويت عملية في الركب والله إني أتلذذ أن أنزل حتى أقبل الأقدام، لأن الجنة عند أقدام الأمهات. بسمة الأم تسوى الدنيا كلها، تسوى العالم كله.